معلش مع احترامي، نفس الصوره لقيناها على الانترنت موجوده لوحدها في موقع تاني واتحطت الصوره، يعني هذه الصوره انا اعلم شخصيا ان الصوره دي مش حقيقيه. لا يعني انا شفت حضرتك مسكت العبوه في ايدك انا مكتوب شفت عليها بالعبري؟ انا شفت العبوات التي اتي لي بها في ميدان التحرير، ومكتوب عليها بالعبري، ولذلك انا اللي انا قلته كان مكتوب عليها بالعبري اللي ايوه جت لحضرتك في ايوه ايدك. ايوه في ايدي في ايدك. انا هقول لحضرتك اهو، انا دلوقتي كنت بقول ايه؟ انا بقول انا بسأل، ولذلك انا مش بقول النتيجه، انا قلت انا بسأل المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، هل تستوردون من اسرائيل قنابل غاز وقنابل مثيره للدموع؟ يقولوا ايوه او لا، يقولوا مصدر القنابل التي ضربت من اين يؤتى بها بهذه الصوره، هو اللي عليه ان يقول، هو انا اللي اقول وهو يكذب؟ انا ما بقولش ولا يكذب ولا طبعا. انا بتكلم بس فقط على صوره الانترنت، لان انا لقيت الصوره دي موجوده على احد المواقع ثم تم فبركتها. وحتى لو جابوها لي في ايدي ما هي ممكن تكون مدسوسه، انا ما بقولش لا، انا وممكن بساله تكون القنبله القاها حد تاني. انا بسأل، ولذلك انا بسال سؤال لا مفيش حد تاني، ما حدش يقول لي بلطجيه، ما حدش يقول لي، مفيش حاجه اسمها البلطجي، ده شخص بينزل يجيب مصلحته بسلاحه. في الوضع الحالي لا يمكن بلطجي ينزل لانه خايف على حياته، مفيش بلطجيه الموجودين، لا يوجد في احداث زي دي. احنا هبل خلاص، بلطجيه ايه؟ في بلطجي، البلطجي ده بينزل ياخد له 100 جنيه 200 جنيه بسكينه، انما في الوضع ده ما ينزلش. ده كان 100 جنيه 200 جنيه زمان، ده علشان 1000 2000 10000 ايام ما يكون، ان شاء الله ياخد سندوتش من تلميذ في المدرسه بالبلطجه، هات يا واد السندوتش. انما البلطجي اول ما يلاقي الوضع بهذه الصوره ما ينزلش اساسا، لانه ده راجل عايز حياته. دول نازلين بدفع من احد، وتجاربنا وكل الناس يعرفون انه ضباط المباحث هم اللي معاهم البلطجيه، معاهم كشوف بيهم وبعناوينهم وبيستخدموهم، وهم اللي كانوا بيستخدموهم في الانتخابات. حضرتك بتقولها كمعلومه، يعني ده كمعلومه ده تصريح حاسمه واضحه رايناها بدل مره 10 و20 مره، مش مساله يعني مش حاجه. عايز ارجع مع حضرتك، لان كنا يعني يمكن انا اسف اني قطعتك، واحنا كنا بنتكلم عن الوضع المعقد، يعني احنا بنتكلم عن الوضع المعقد الذي ادى بجماعه الاخوان المسلمين انها تعلن عدم تواجدها، ثم يمكن يكون في تواجد لبعض التيارات الاسلاميه الاخرى ولكن ليس بنفس القوه وليس بنفس الكثافه. وعلى سبيل المثال الجماعه الاسلاميه في تواجدها. راي حضرتك كنت بتقول لي عليه ان هذا التعقيد الذي يدفع به، يعني تعقيد بمعنى ان هناك مصالح، لا مش مصالح، اعتبارات كثيره. يعني انت خايف ان الانتخابات البرلمانيه تدار، وفي نفس الوقت عايز الامور تهدأ وتعود، وفي نفس الوقت لو هديت وعدت يبقى معنى كده ان السلاح اللي قتل امبارح لسه في ايد القاتل، ممكن يستخدمه للقتل بكره. فانت مش بتحاسب على شيء سبق، انت بتحاسب خوفا من تكرار ما حدث. يعني النهارده افرض انا حبيت اهدئ الناس واقول لهم روحوا الميادين، من الميادين يروحوا، ولا يزال السلاح في ايد القاتل اللي قتل سبت وحد واثنين. يعني حضرتك فهم في اللحظه دي مش بتهدئ الناس تقول لهم روحوا. فالاعتبارات لا، انا الان المطالبه كلها موجهه الى السلطه. السلطه هي اللي عليها ان تعرف هذه المفردات وهي تقدر تحلها في ساعه. هم يقصدون عدم حلها، واللي يقصد هذا صراحه هو القاده الكبار فيهم. مساله واضحه. انما انا ما بقول لهم، انا بقول له انت تستطيع تحل في ساعتين 2 بس، ساعتين 2. واحنا امبارح ومش سر، امبارح احنا قعدنا في اجتماعات من 6 مساء، مش مع السلطة العسكرية مباشرة، لكن قعدنا في اجتماعات من 6 مساء لغاية 3 صباحا في اجتماعات متتالية. مع مين؟ مع كتير، مش مفيش داعي لذكرهم، بدون اسماء، لكن يعني اشخاص يعني هيئات او جهات ذات ثقل وتتكلم مع السلطة العسكرية وتأتي بالردود من قبل السلطة العسكرية. 6 مساء ل3 صباحا و9 ساعات، وال9 ساعات دول وصلنا فيهم إلى حلول، وصلنا فيهم إلى أنه الناس الموجودة ممكن تهدئة الوطن بأكمله عن طريق إجراءات مبسطة جدا يصدرها المشير حسين طنطاوي أو الفريق سامي عنان، وهم اللي رافضين. أهمها إيه يا أستاذ حازم؟ ما هي شوف حضرتك، عشان يبقى الكلام واضح كمسؤولية عن البلد، احنا دلوقتي أمام 3 فئات أو 3 اعتبارات في الموقف. قدامنا الناس اللي في ميدان التحرير، دول ناس سخنين جدا، شافوا الدم، شافوا الأشلاء، شافوا البهدلة، الغاز، شافوا
وقدامنا جمهور الشعب المصري اللي يتمنى ان الامور تهدى وان البلد ما تولعش، وانا واحد منهم، لانه اي مسؤوليه عن اي قدر من الشعور بالمسؤوليه عن بلد يقول انه لازم على اي حال البلد تهدأ، ما ينفعش تبقى بهذه الصوره. وعندنا الجانب الثالث اللي هو قدر هذا الوطن، اللي هو مستقبله، اللي هو انه تتسلم السلطه لسلطه منتخبه. لما تيجي تحب تدرس مظبوط كشخص مسؤول عن بلد، وتحب تشوف يا مسؤولين عن البلد النهارده، وتحب تشوف، لازم تواجه العناصر دي مظبوط، مش تلعب بعيد عنها. ما تقوليش احنا هنشيل عصام شرف ونجيب كمال الجنزوري ولا ايه، لا لا، الوزاره والكلام ده اهلا وسهلا، انا مش متضايق، بس ده مش الخط الرئيسي. انما الخط الرئيسي ايه بقى؟ اعالجه. اولا احنا هذا الشعب صار بين المشكله اصبحت في شخص المشير حسين طنطاوي وفي شخص الفريق سامي عنان، في شخصهم الاثنين، انه اصبح بينهم بين هؤلاء وبين الشعب المصري دم. طب يعني لا ما انا اكمل، انا هسال بس في الحته اللي حضرتك قلتها، يعني لا قالوا نشيل عصام شرف ونحط كمال الجنزوري، طب لو يشيلوا عصام شرف ويحطوا حازم صلاح ابو اسماعيل، ألم تهدأ الامور؟ ولا لها لازمه. هي يعملوا، انا مش متضايق من ده، ده مش صلب الموضوع، ده لعب في الهامش. يعني الهوامش دي كلها دي هوامش، انما كلمني عن الحاجه الاصليه، الحاجه، عشان مش عايزين نحل يا جماعه مسؤوليه عن ناس موجوده في الشوارع. هو انت حضرتك متصور ان الناس اللي في الشوارع دي يقدر اي انسان ينزل دلوقتي يقول لهم روحوا وهم شايفين انا ما اقدرش اقول لهم روحوا، مستحيل، ولا ارضى على كرامتي اني اقول لواحده ست بتصرخ لان ابنها قتل قدامها ما اقدرش اقول لها روحي. احنا بنكلم امهات واباء، اقول له ازاي وانا اخشى على نفسي انه يبتليني ربنا في ابني ويبتلي اي حد في ابنه، يقول للناس العقوا دماء ابنائكم وروحوا، ازاي؟ لازم تحل. عشان كده بقول مشكله هذه الدماء سهله يقدروا يحلوها بانه، وانا ذكرت هذا الكلام بمجرد صدور بيان المشير طنطاوي، قلت لهم انه المسألة بسيطة جدا. القوة اللي في ايد وزارة الداخلية دي، هذا الجهاز الذي اثبت انه لا يزال يباشر الاجرام، حطوا لها لجنة قضائية ومن رموز وطنية من 3 تنفار ولا 4 تنفار يشترط توقيعهم على تحرك قوات مكافحة الشغب. وانت يا مجلس يا عسكري بما لك من سلطات دستورية وسيادية تصدر القرار بلجنة، قررنا تشكيل لجنة من فلان وفلان وفلان، لجنة قضائية، علشان ما يطلعش المجرم بسلاح ويقتل مرة تانية. هل في رأي حضرتك، وده يعني الفكرة في حد ذاتها فكرة يعني مستساغة جدا وفكرة مقبولة جدا، هل الفكرة دي لأنها فكرة يعني سامية لو اتقالت للناس في ميدان التحرير هيقول لك لا مش فاهم مين السلطه القضائيه، ده صحيح، واضمنهم منين؟ ده صحيح، يعني هو دلوقتي مش فاهم، وانا معاه في انه مش فاهم، بل انا معاه في انه يستغرب الفكره، لكن لما يلاقي ان ما عادش في حد معاه سلاح هيطلع عليه الا بامر قضائي بدءا من النهارده، يفهم يدرك ان وببعض الناس يا سيدي الفاضل دول ناس بتكلمهم في صلب المساله، عارف اللي بيحمرق في اللعب وفي النتائج. يعني مثلا اجماع الفصائل الوطنيه اللي بيسموها ولا الشعب على تسليم السلطه 30 ابريل، يطلع حسين طنطاوي يقول لك لا 30/6، ايه عشان ايه؟ وبعدين بنقول لهم طلعوا القرار مش اعلان، ما انتوا لعقتم اعلاناتكم قبل كده، طلع القرار الرسمي قرار رقم كذا بالمناسبة وانشره في الجريده الرسميه. تاريخ 30 ابريل ده سببه بس يعني حضرتك صاحب كلمه 30 ابريل يوم الجمعه سببه واضح جدا، انك ما تقدرش تعمله قبل كده ولا بعد كده. ليه؟ يعني 1 مايو او 5 مايو او 30/5، يعني ده اشمعنى 30؟ لا انا بسال هل بنهزر؟ لا هل التاريخ ده إيه رأيك مسبب؟ 5/5 حلو، هل التاريخ مسبب لطيف؟ لا احنا مش بنهزر. 30 ابريل حدد على اساس عدد اشهر محدد على اساس مسبب واضح. اولا 30 ابريل ده بينه وبين اليوم اللي اتقال فيه 7 شهور لقدام، ده اتقال في اخر 9، يعني بندي مسافه 7 شهور، يعني مش ناس مستعجله ولا متوتره ولا بسرعه ولا الحقوا، 7 شهور من 30 مارس ل 30 ابريل. وهو تاريخ ليه؟ لان اللي يترشح لرئاسه الجمهوريه محتاج ياخد إذا أراد يعني توقيعات من نواب في المجلس الشعب ومجلس الشورى، فبالتالي ما تقدرش تفتح
ما تقدرش تفتح الباب لانتخابات الرئاسة إلا بعد انتهاء مجلس الشعب